السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. كما تشوفوا اليوم نهار جديد وفيديو جديد. بغيت نشارك معكم هاد الطريقه ديالي باش نصاوب هاد العطريه هذه، ولا فاح ولا مهم، كل واحد يسميه كما بغى. هذه بحال قلتي عطريه، هذه تيقول لها فحل البقري، هي صراحه يسميوها فحل البقري. بالنسبه للتوانسه تيقولوا لها فحل البقري، تتجي غزاله بزاف، بحال شكل تقريبا نوع من راس الحانوت هذا، فهمتي؟ هذا حتى راس الحانوت يعني فيه انواع واشكال يعني. المهم انا غنشاركو معكم ان شاء الله. كما تشوفوا ها هي المقادير اللي تندير فيه، ها هي حدايا كلها. نبداو على بركه الله. خديت هنا، غنعطيكم الكميه اللي درت انا. خديت هنا واحد نص كيلو ديال القزبر اليابس، حبوب القزبر يعني. ها هو كما تتشوفوا، هو هذا حبوب القزبر نص كيلو، خديت 500 غرام. وخديت هنا عندي هذه الكرويه خديت 250 غرام اللي هي رابعه. هذه هي الكرويه، الناس اللي ما تعرفوش الكرويه ياك. وخديت هنا هذه الثومه هنايا خديت 300 غرام. 300 غرام، قشرتها على هذا الشكل. وخديت هنايا واحد الكميه ماشي كثيره ديال هاد النيوره، هاد الفلفله اليابسه، خديتها هكا، مسحتها بزيت هكايا شويه فازق، وحيدت لها الزريعه وداك العود ديالها حتى هي وجدتها. وخديت هنايا واحد الكميه تقريبا هكا، واحد بحال قلتي ربيطه هكا ديال، بالنسبه لنا هنايا في المغرب ربيطه صغيره ديال الرند ديال ورق سيدنا موسى. هكا تا هما مسحتهم تا هما وورقتهم هكا يكونوا ناشفين. هادو هما المقادير اللي عندي. بالنسبه لهاد القزبر اليابس، نظفتو نقيتو تا هو، غسلتو نقيتو يعني شمستو. الكرويه كذلك، الكرويه صعيبه صراحه، صعيبه بزاف التنقيه ديالها. مهم يعني، خدات معايا وقت ولكن ما عندي ما ندير يعني ضروري صافي. الثومه ولا سميتو راه يعني ساهلين. وعندي واحد شويه الملح، ما غنكثرش الملح، غير شويه شويه وصافي، يعني باش غادي نطحن داك الثومه وصافي. يعني بقاو معايا حتى نوجد هذا الشيء، نوريكم كيفاش غادي نديرو. بقاو معايا حتى اخر الفيديو. كما تتشوفوا نبداو على بركه الله. الطريقه، خديت واحد البول هكا، حطيت فيها داك القزبر، زدت عليه الكرويه، هذاك الفلفله اللي عندي ديال النيوره نقطعها هكا طريفات حتى هي. غندير الخليط كله قطعوها بيديكم ولا بالمقص، ماشي مشكل، باش تسهل حتى هي، باش تزيدي تيبس مع الخليط وتتنسم بداك الثومه اللي غندير. يعني هاد الطريقه هذه راه ضروريه، يعني ما تمشيوش تقولوا مثلا شي واحد يقول لك غنشري كل حاجه مطحونه ونخلطها وهي ولات عندي. لا، ما تجيش نفس الطريقه، لان هنا داك الثومه تتكون باقا طريه، داك الماء ديالها تتشربوا هاد العطريه كلها. خديت هاد الوريقات ديال الران حتى هما قطعتهم هكا، هما راه ديجا ناشفين، قطعتهم هكا. المهم انا درت معكم الطريقه خطوه بخطوه، يعني اي واحد يقدر يديرها في الدار. صافي انا قطعت هداكشي اللي خصو يتقطع. دابا بقات ليا عيد الثومه، خديت الثومه هكا. تقدروا يعني تحنوها في هكا، ولا في روبو، ولا في المهراز، يعني اي طريقه درتوها راه مزيانه. المهم انا عندي هذه، انا نديرها نطحنها بها. درت معها واحد شويه الملح، يعني ما تكثروش الملح باش ما يجيش الفاح ديالكم يعني مالح. ومني تبغيو يعني تفوحوا به، يعني ديروه في الماكله ديالكم، يعني تنساو بانه مالح يجيكم الطياب مالح زعما. هادشي اللي بغيت نقصد. المهم حنا عا شويه ديال الملح نديروها باش يعاوننا يعني على داك الثومه باش تهبط الماء ديالها وصافي. صافي نصبو هكا على الخليط الكل هكاك. طريقه جد بسيطه ولكن هائله، يعني حاجتكم تكون في الدار وعلى يديكم، يعني راه شي حاجه يعني زوينه بزاف، يعني تتاكلوا نتوما قلبكم مرتاح صراحه.
انا الحقيقه ولفت هكا ندير هادشي في الدار تيجيني حسن. صافي تنكملوا هذاك الخليط كله اللي عندنا ديال الثومه تنطحنوه، يعني المقادير عطيتها لكم يعني في اول الفيديو. صافي وتنخلطوا هذا الخليط مزيان كله. تقدروا اللي بغاه شويه سميتو يكون شويه حار يدير فيها هذيك السودانيه الحاره اللي بغاه حار، اللي بغا يخليه عادي يخليه عادي، من بعد بغا يزيد الحار يزيدو بوحدو. وانا بزاف اللي كانوا طالبيني على هاد العطريه هادي باش نصاوبها، داكشي علاش انا شاركتها معكم درت لها فيديو. هاد الكميه تبارك الله راه خرجت ليا، يعني راه تشد ليا العام كله، يعني تشد ليا من يعني من دابا حتى الصيف الجاي ان شاء الله تاني لحينا ربي وندير واحده اخرى. صافي دابا غادي ندير ليكا باش نخلط على حساب داك ريحه الثومه. صافي نخلطو مزيان باش كله يتلبس بداك الثومه تيولي كله يتلصق داك الخليط بهذا الشكل. المهم نتوما اهم حاجه هي المقادير، يعني باش يجيكم هي هذيك مضبوطه، يعني اللي بغى اكثر من هذا الشيء راه يدوبل. صافي كما تشوفوا هذه هي الطريقه، يعني ما تقولوش راه خصو مده باش داك الثومه تكرا ولا شي حاجه، راه نهار يومين في الشمس قاضي الغرض. انا الحقيقه خدا ليا يومين حطيته في الشمس ومن بعد ديتو طحنته هزيتو اللي عنده باش يطحن في الدار يطحن في الدار، اللي ما عندوش يهزو للعطار. انا بصراحه هزيتو للعطار، قضيه سهله يعني طحنوه وجبتوه صافي. صافي دابا خديت واحد اللاطه ديالي بحال هكا سرحتو فيها، نغطيه بواحد زويف يكون زويف هذاك ديال الحياة يعني، ولا شاش ولا كل واحد شي يقول ليه، فهمتي، على الغبره بان الثومه تتلصق، راه اي غبره غتلصق عليه وحنا ما غنغسلوه ما والو. صافي نغطيه ونحطوه في الشمس، يا في السطح يا في الشرجم يا في بالكون، يعني على حسب كل واحد اش عنده. اللي ما عندوش الشمس يعني اللي كاين يعني برا وما عندوش الشمس، بعد ما يكون الفران سخون يعني يطيب الخبز ولا طيب شي حاجه يخليه ماشي سخون بزاف عاد، ينقص شويه يدخل هكاك داك سميتو ويخليه ينشف على خاطره. كما قلت لكم انا كل حاجه تنديرها بيدي، انا شاركتها معكم. هذه الخرقوم جبتو نقيتو صاوبتو ديتو طحنتو وسكينجبير، وهذه داك التحميره اللي درت البابريكا، يعني نفس النيوره هذيك اللي خديتها ونظفتها، يعني مسحتها مزيان بواحد زويف شويه فازق، حيدت لها داك الزريعه، حيدت لها داك الرويس ديال هذاك العود، وزدت سخنتها شويه وهزيتها للعطار طحنها. صراحه كيلو ديال النيوره خرج ليا نص كيلو ديال التحميره. شوفوا هذه في القرعه في لون وهذيك في لون، هي راه وحده غير هذه اللي في القرعه. درت لها واحد شويه ديال الزيت البلديه وخلطتها مزيان باش تخرج داك اللون ديالها، والاخرى راه ناشفه ما فيها والو. هذه هي الطريقه. المهم بعد ما سميتو ديالي الفواح ديالي يعني يبس في الشمس، هزيتو ديتو للعطار طحنتو، ها هو خرج ليا هكا كما تتشوفوا، يعني هذا هو اللوين ديالو اللي تيعطي واحد الريحه ما نقول لكمش، يعني فيه واحد الريحه يعني يا سلام. صراحه خرج معايا 800 غرام، يعني وزنته خرج 800 غرام. انا دابا درتو في هذه القرعه غادي نكمل نعمرها باش نخبيه. انا كتبت عليه التابل حيت هما في تونس يقولوا ليه التابل، وكاين اللي تيقولوا فاح البقري، وكاين اللي تيقولوا راس الحانوت، يعني كل واحد واش تيسميه. المهم تيجي في المكرونه يا سلام، تيجي في بزاف الحاجات، يعني طيبوا به اللحم بقري. المهم شكرا والى اللقاء.